مواجهة نار بين الزمالك المتصدر القمة والأهلي اللي بيعاني. الماتش الأهم في الدوري، الزمالك عايز يثبت حقه في درع الدوري والأهلي بيحاول يحجز دوره في أبطال أفريقيا. كل فريق بيبص على الماتش على إنه بطولة تاني. الزمالك بيعوض خسارته قدام الأهلي في الدور الأول، والأهلي بيصالح جمهوره بمكسب مهم يعطل احتفال الزمالك بالدوري. الأهلي جاي بخسارة تقيلة من قدام بيراميدز 3-0 في ماتش شهد غضب كبير من جمهور الأحمر على اللعيبة والإدارة، والزمالك جاي متعادل قدام إنبي، كان ماتش صعب قوي على الأبيض ويأخر حسمه للدوري بخسارة نقطتين مهمين في مشواره. آخر ماتش بين الفريقين قدر نادي الأهلي يقلب خسارته بفوز بعد تبديلة حسين شحات في الشوط الثاني اللي سجل الجول الأول ويتسبب في ضربة جزاء يتقدم بيها النادي الأهلي. جمهور الزمالك في كابوس، خايف إنه يخسر رايح جاي قدام الأهلي وما يحسش بطعم الفوز بالدوري. جمهور الأهلي خايف ما يلحقش أبطال أفريقيا ويخسر قدام الزمالك، ودي بطولة لوحدها. دي الفرصة الأخيرة لتروب إنه يثبت إنه مش موجود غصب عن الإدارة وإنه عنده حاجة فنية يقدر يقدمها. أما معتمد جمال، نصيحتي ليه جرأ اللعيبة وبلاش تنزل خايف قدام الأهلي، خصوصا إنك لسه ما حسمتش الدوري. بتوقع إنه الماتش يخلص 2-1 للزمالك، خصوصا إنه تروب عايز الخسارة دي علشان جمهور الأهلي يضغط على الإدارة ويمشي تروب ويكسب الشرط الجزائي. وانتوا قولوا لنا ايه توقعاتكم عن الماتش، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير.